الله أكبر. تهاني حارة من القلب للمقبولين الذين قبل الله صلاتهم وصيامهم ودعاءهم. تهاني لمن يخشعون في صلاتهم. تهاني لمن لا لذة لهم ولا متعة أعظم من لذة صلاتهم وتهجدهم. تهاني لكل أخ مسلم وأخت مسلمة أدركوا حقا أن الإسلام ليس شعائر مجردة، بل هو مع الشعائر أخلاق حسنة مع الله سبحانه وتعالى، ثم الوالدين والأسرة والعائلة والجيران والأمة جمعاء، بل والناس قاطبة. تهاني لكل أخ مسلم وأخت مسلمة أدركوا حقا أن الإسلام شريعة لا تفارق المسلم في كل لحظة من حياته. وأرجو خصوصا لإخواني وأخواتي أبناء القرآن الكريم الذين علم الله أني أحبهم وأودهم وأدعو لهم من كل قلبي أن يكونوا حصلوا من رمضان الطاقة الإيمانية التي تمكنهم من المواظبة على طلب العلم بدون كسل أو ملل أو خمول. وتقبل الله منا ومنكم.